الاكتئاب للأسف بيبقى ثقب أسود، الإنسان لما بيدخل فيه بيبقى فاكر إن دي نهاية الحياة. بس سبحان الله، ربنا ألهمني كده زي بنثر شعري كتبته وأنا كنت تعبانة. بقول فيه إيه؟ بعد الوجع ربك بيفتح بوابة نصر وفرح، بوابة ليها رب كريم ما يشوف عباده مكسورين إلا رزقهم وفتح فتحا مبينا يملى الحياة حب ومرح. قبلها تشوف الشخص تقول ده ضاع، لكن برحمة ربنا عدى وفلح. يا أخيرا الحمد لله لقيتك مش لابسة أسود، ألف مبروك. قوليلي بقى، طمنيني، حالتك النفسية عاملة إيه؟ شكلك بقيتي أحسن. بصي أنا بصراحة بقيت أحسن الحمد لله، بس بتجيلي أوقات كتيرة وبرجع انتكس أو برجع تاني لنوبات اكتئاب مؤلمة. طبعا مش بنفس الحدة الأولانية، بس بنتكس كتير. ممكن تقولنا ايه الأسباب اللي بتخلي الواحد بيرجع ينتكس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسناء شمس الدين. ليه الواحد ممكن بالرغم ان هو بيتعالج من الاكتئاب بقاله كتير جدا ما بيخفش منه، او ممكن بعد ما يخف منه يرجع ينتكس تاني؟ قبل ما اجاوب على السؤال ده لازم اوضح الفرق ما بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي واللايف كوتش. الطبيب النفسي اللي هو طبعا بيبقى حد دخل كلية طب وتخصص وهو الوحيد اللي عنده التصريح ان هو يكتب ادوية. المعالج النفسي بيبقى غالبا خريج اداب علم نفس وبعد كده عمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه وتخصص، بيعمل الجزء الذهني والنفسي وليس الجسدي اللي بيعمله طبيب النفسي، بدون يعني بيعمل نفس اللي الدكتور النفسي بيعمله بالظبط ما عدا انه ما بيكتبش ادويه. طيب اللايف كوتش بقى بيعمل ايه؟ اللايف كوتش مش بيعالجك، بيعالج بس افكارك. يعني ايه؟ انت مثلا عندك تشوهات فكريه، شايف الدنيا بنضاره سوداء، انت بتروح له بيبدا يخليك تشوف الدنيا بنضاره شفافه. طيب انا دلوقتي لما يحصل لي ازمه نفسيه اعرف منين انا المفروض اروح للايف كوتش ولا اروح لمعالج نفسي ولا اروح لدكتور نفسي؟ ده بيعتمد على انا سبب اكتئابي حاجه في الماضي ولا حاجه في الحاضر ولا افكاري اللي هي ليها علاقه بالمستقبل. هو ليه اصلا المكتئب لما بعد ما بيتعالج فتره بيرجع ينتكس تاني؟ لانه هو غالبا بيبقى حاجه من حاجتين. لو هو مشكلته ليها علاقه بصدمات في الماضي، فان هو ما عملش جلسات تفريغ وما تخلصش من الاثقال اللي هو شايلها ورا كتفه، او لو هي ليها علاقه بمخه وافكاره والطريقه اللي هو بيبص بيها للحياه محدش قاعد اشتغل معاه عليها، فاحنا ما حليناش السبب الرئيسي للمشكله. فمهما قعد ياخد ادويه اول ما هيبطلها او ممكن حتى اثناء ما هو بياخدها تفضل حالته النفسيه وحشه. هو بالكتير بس ممكن ياخد الفيتامينات دي بيكون فيها مغنيسيوم وبيكون فيها فيتامين بي 6 وبيكون فيه فاليريانا. الفيتامينات دي انا كان حد جايبها لي من اوروبا، بس لو انتوا مش عارفين تجيبوا زيها فاهم حاجه الثلاث مكونات اللي انا بقولها لكم، لان هي بتخلي الجسم فيه توازن لنسبه السيروتونين والميلاتونين، وهم دول اللي بيتحكموا في ان الانسان تبقى حالته النفسيه وموده يبقى كويس، وان هو يعرف ينام ما يبقاش عنده اضطرابات في النوم. فالفيتامينات دي بتكون مفيدة لو الواحد عنده اكتئاب فقط مش مصاحبه حاجة تانية، لكن لو هو عنده اضطرابات في الشخصية او عنده اي الدكتور قام بانه هو شخص حالته انه عنده مشاكل اخرى نفسية غير الاكتئاب، ساعتها بيبقى محتاج ان هو ياخد ادوية تشتغل على كيمياء المخ. لكن طول ما هو اكتئاب بس بنبص هو ليه علاقة بالماضي، بنقعد نفرغ نعمل جلسات لتفريغ للماضي. لو هو للحاضر بناخد الفيتامينات دي. لو هو ليه علاقة بالمستقبل بيبقى الاغلب بيشتغل مع لايف كوتش عشان خاطر ايه؟ يغير له الطريقه اللي هو بيبص بيها للحياه. كل اللي فات ده كان ليك انت او كان ليا انا او لاي حد حاسس بالاكتئاب علشان خاطر يفهم هو ليه بيقع. في بقى جزئيه دي ملهاش علاقه بينا احنا، ليها علاقه بالمتخصصين اكتر، بتبقى اخطاء هم بيعملوها، ودي نابعه من ان ناس كتيره بتدعي ان هم متخصصين بس هم مش بيبقوا متخصصين. في حاجه في العلم الشرعي ان الواحد علشان خاطر يبدا يعلم كتاب بياخد اجازه من شيخ ان هو يقول له خلاص انت اصبحت ملم المام كامل بهذا الكتاب، يلا روح درسه. فللاسف بقيه التخصصات اللي مالهاش علاقه بالعلم الشرعي الناس ما بيبقاش ليها مرجع حد يقول لها انت خلاص معاك اجازه يلا انطلق، بياخد كورس او دبلومه ويروح يبدا يعالج او يبدا يتخصص في حاجه. بس هل هو فعلا كفء؟ ما بنكتشفش ده غير بعد ما نروح نتعالج عنده ونكتشف ان هو بيعك الدنيا.
كلامي لا يعني تشكيك في المتخصصين او في اهمية التخصص النفسي. بالعكس، ده انا باكد كل مرة انه لازم الواحد لو عنده مشكلة كبيرة يلجأ لمعالج او لطبيب نفسي، ولكن انا بتكلم انه ما ينفعش اي حد يطلع يقول على نفسه انه هو متخصص وبعد كده يسبب كوارث للناس. تعرف منين بقى ده لايف كوتش ولا معالج نفسي؟ المعالج النفسي عمره ما بيروج لنفسه، الحالات اللي عنده هي اللي بتقول لبعض، يعني كل واحد بيقول لحد، لكن هو عمره ما بيعمل اعلانات وعمره ما بيعمل عروض وعمره ما بيعمل باكجز. كل ده شغل لايف كوتشز مش شغل معالجين نفسيين. حاجة تانية، المعالج النفسي والطبيب النفسي لازم يتجردوا تماما 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 من كل اعتباراتهم الشخصية، قناعاتهم، افكارهم، حتى ايمانهم. هو بيعالجك، هو متجرد من كل شيء، هو حاجة حيادية تماما، لا يمكن ان يكون جادجمنتال او بيحكم عليك بأي شكل. هو نيوترال، حاجة كده بيسمعك، ما بيحسسكش بانك انت عريان او انك انت مقصر او انك انت مذنب او انك انت يعلي احساسك بتأنيب الضمير. يعني مثلا لو انت رحت تتعالج من الاكتئاب وانت اصلا عندك شخصية ادمانية، سواء بقى ادمان طعام، ادمان شراء، او ادمان اباحيات، او ادمان مخدرات، او ادمان كحول، او ادمان سجاير، الشخص اللي بيبقى عنده شخصية ادمانية بيبقى مش عنده جلد للذات، ده بيبقى عنده سلخ للذات. فلو حد قال له اللي انت بتعمله ده حرام، او اللي انت بتعمله ده عيب، او اللي انت بتعمله ده اي حاجة فيها توبيخ، او خلي بالك اللي انت بتعمله ده هيضيعك، بيزود الاحساس السلخ الذات اللي عنده ده، فما بيروحش للشخص ده تاني. هو بيبقى فاكر ان هو كده بينبهه للصح، هو عارف ان اللي هو بيعمله ده غلط، فمش مستني جملة حضرتك. فده المعالج النفسي عمره ما يغلط الغلطة دي، لكن اللايف كوتش ممكن يعملها. ليه بقى؟ لان اللايف كوتش اصلا بيشربك قناعاته. فانت لما تروح لمعالج نفسي المفروض ان هو ما بيديلكش اي قناعات، هو بيحللك مشاكلك، بيفك لك العقد بتاعتك، وانت بقى بعد كده تعيش بقناعاتك اللي انت مقتنع بيها. وبعدين انا دايما بقول ايه، انا بتفرج على اللايف كوتشز على فيديوهاتهم، لو انا عاجبني قناعات اللايف كوتش ده ابدا اروح له، مش عجباني ما اروحلوش. فانا ما ينفعش مثلا اكون والعياذ بالله ملحده واروح لحد لايف كوتش مؤمن بربنا، ما هو اكيد كل كلامه هيبقى عن الايمان، او العكس لو انا مؤمنه ما اروحش لحد هيبقى كل كلامه عن الالحاد. لازم اروح لحد هيديني نفس القناعات اللي انا عايزها. لكن في العلاج النفسي الموضوع ملوش اي علاقه بالقناعات، ده علم وبيتطبق بطريقه حياديه. حتى كمان اللي بيلجأوا للعلاج يعني لازم يكون في جزء روحاني، ما بيكونش فيه اي نوع من انواع الوعظ، بيبقى بيلجأوا للقوة العظمى اللي انت مؤمن بيها، سواء ربنا او انت بقى شوف انت مؤمن بايه، كل واحد حر، بس هو ما بيتدخلش في قناعاتك. اول ما حد يتدخل في قناعاتك هو كان مش معالج، هو لايف كوتش.